السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب ام لولو؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفة سهلة زي ما انتم متعودين مع ام لولو. هنعمل الفراخ المشوية. طبعا الفراخ المشوية الكل بيبقى محتار اللون بتاعها بيبقى جميل ازاي. شكلها حلو وتكون مستوية اهم حاجة من جوه، وتبقى جميلة ومتبلة كويس. تمام، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا فرخة طبعا مغسوله كويس جدا ومتنضفه كويس جدا ومصفينها تمام، وقاطعين من الظهر، يعني فاتحين كده من الظهر من السلسله من ورا اهو. تمام، ومعانا طماطمتين، حبيتين طماطم يعني مبشوره، وبصلايه مبشوره، ومعايا ملح وفلفل وزعتر، بس كده. انا مش عايزه التوابل تغطي على طعم الاكل. انا دايما اقول مش عايزه التوابل تغطي على طعم الاكل. انا عايزه حاجه تكون حلوه وباكلها، ما تبقاش التوابل طاغيه على طعم الفراخ او طاغيه على طعم اللحمه. انتوا عارفين طبعا انا ما بحبش التوابل الكتير. معانا نص فنجان صغير زيت، ونص فنجان خل، وفنجان يعني كده ايه زبادي. تمام، احنا هنحط هي الحاجات بتاعتنا دي سهلة جدا. بسم الله. نحط البصل والطماطم والتوابل بتاعتنا، الملح والفلفل والزعتر، بس كده. ومعانا الزيت ومعانا الخل ومعانا الزبادي بتاعتنا اللي عاملينها في البيت. برضو احنا ما بنشتريش حاجه من بره زي ما انتوا عارفين. هنقلب كل الخليط ده كويس جدا. تمام، وهجيب الفرخه بتاعتي. بسم الله. الفرخه بتاعتي بصي بالشكل ده، هضغط عليها كده بحيث ان ايه، يعني العظم كده يبقى مفتح علشان التتبيله تدخل من جواه. انا هشق كده. تمام، حاجات بسيطه علشان التتبيله تدخل في اللحم بس من الظهر. انا مش هعمل الفتحات دي من ورا في الجلد. انا عايزه الجلد. بصي حاجات بسيطه كده علشان التتبيله بتاعتنا. خلاص، احنا كده هنشرب الفرخه بتاعتنا من التتبيله. بصي انا عايزه اقولك على حاجه هنا كده. بسم الله. الفرخه الجلد مش هنيجي عنده علشان يعني لما اجي اسويها الجلد يعني لما هيحمر هيدي لون في منتهى الجمال بتاع الشوي بتاعنا. احنا ممكن كده نحوش العظمه بتاعتنا دي. احنا ممكن نحوشها بالسكين وممكن ما تحوشيهاش عادي يعني. اهو يا حبايبي، التتبيله بتاعتي دي لازم تشرب الفرخه. تمام، وهنا كده هنشيل الجلد، نحط التتبيله بتاعتنا من تحت الجلد بالشكل ده. لازم تتشرب معانا بالتتبيله ليله كامله علشان تدي طعم التوابل، الملح والتوابل بتاعتنا تتشرب منها. لازم هنا كده هنشيل الفراخ ونحط بين الجلد علشان تبقى متشربه من التتبيله بتاعتي. انا هقول لك فكرتين تمام في السوا. اول فكره معانا، احنا ممكن نحط الصينيه دي تاني يوم طبعا بعد ما تتشرب من التتبيله، ممكن نحطها على البوتاجاز من فوق وبعد كده بعد ما تستوي يعني هتغطيها وتستوي تتشرب من التتبيله دي بتاعتها، وبعد كده تولع عليها عين البوتاجاز من فوق، تغطيها لغايه ما تتشرب خالص، وبعد كده تنزليها تحت الشوايه. تمام. انا بقى هعمل حاجه تانية. في فكره تانية انت ممكن تعمليها لو عندك الشبكه دي. تمام، انت الشبكه دي بدهنها زيت وبحط الفرخه كده فيها. تمام، واحطها فوق الصينيه دي وهي فيها ميه، يعني املى الصينيه دي ميه واحط الفرخه بتاعتي بعد ما تتبل ليله كامله، واحطها بقى واغطي بورق فويل واسيبها تحت الايه في الفرن
فرن حامي جدا، هتقعد ساعه ونص. انت براحتك، عندك الشبكه دي خير وبركه، ما عندكيش انت ممكن طبعا هتاكلي ايه، فراخ مشويه احسن من بره 100 مره، وهتكون بطريقه سهله وجميله ومضمونه برضو في الصينيه بتاعتي، مفيش اي مشاكل. خلاص، احنا طبعا هنسيب التتبيله في الفرخه دي ليله كامله، وبعد كده هرجع اقول لكم تسووها ازاي. انا عن نفسي هسويها في الشبكه، بس لو ما عندكيش شبكه هتسوي عادي في الصينيه زي ما قلت لكم. هتولعي البوتاجاز من فوق وتغطي الصينيه، وبعد كده لما تتشرب من الميه بتاعتها بتنزليها تحت الشوايه. وانا اقول لك بقى سر جميل بعد ما تتبل الفرخه دي، عشان لون الفرخه ده يبقى ممتاز زي ما بتجيبيها من بره بالظبط. تمام، يبقى احنا هنغطي الصينيه بتاعتنا ونشيلها في التلاجة لغايه تاني يوم كده باذن الله، وهقول لكم هنعمل ايه. اهو يا حبايب قلبي الفرخه بعد ما سيبناها طبعا في الليله كامله في التتبيله بتاعتها. انا زي ما قلت لحضراتكم انا حطيت في الصينيه دي ميه لغايه يعني قبل اخرها بشويه. تمام، وحطيت ورق لورا وحبهان وفصين كده مستكه. تمام، وبعد كده غطيتها بالورق الفويل ده، كلفتها كويس جدا بالفويل. خلاص، وقعدت ساعه ونص في الفرن حامي كده لغايه كده ايه خلاص. وبعد كده بقى عشان يديكي اللون الذهبي الجميل اللي احنا بنشوفه، انا حاطه هنا في الطبق ده معلقه كاتشب على معلقه صلصه ومعلقه زيت ونص معلقه سكر صغيره. معلقه صلصه ومعلقه كاتشب ونص معلقه سكر صغيره وزيت. تمام، انت طبعا عايزه اللون بتاعك يبقى ايه في منتهى الجمال. احنا قلنا يا جماعه لو عملنا الفرخه دي في صينيه عادي مفيش اي مشاكل، هيطلع برضو اللون بتاعها، ده السر بتاع اللون بتاع المحلات. خلاص، احنا هندهن الفرخه بتاعتنا بالشكل ده بالفرشه. احنا طبعا دهنا الظهر، ودينا ايه بندهن الوش بتاعها على الجلد نفسه ونحطها تحت الشوايه. خلاص، انا هدهنها كويس جدا واشربها بالصلصه والكاتشب والزيت والسكر. ما تخافيش، السكر مش هيعمل اي حاجه ولا هيأثر عليها خالص في الطعم. هو هيدي لون يتكرمل كده ويدي لون في منتهى الجمال. وانت بقى لو عندك صينيه برضو هتعملي بنفس الطريقه دي. احنا زي ما قلنا الطريقه دي بعد ما لو حطيتيها في صينيه بتعملي ايه، بتحطيها من فوق على البوتاجاز، وبعد كده بتستوي وتتنشف خالص كده، تنشف خالص من الخلطه بتاعتها. وبعد كده انت تحسي انها استوت، تغرزي كده فيها سكينه، لقيتي بتطلع سوائل يبقى ايه تستني شويه عليها. وبعد كده بتغطيها، ده لو في الصينيه، وبعد ما بتنشف بتحطيها تحت الشوايه. وانا كده بقى انا عملتها طبعا عشان انا عندي الشبكه دي، فطبعا ايه هحطها تحت الشوايه على طول. كده استوت بعد ساعه ونص، قعدت ساعه ونص في الشبكه، وهنا الميه برضو في ميه لسه موجوده. تمام، بعد كده هحطها تحت الشوايه. شايفه اللون من قبل ما انزلها تحت الشوايه في منتهى الجمال. انا دلوقتي هحطها تحت الشوايه وهرجع لكم بعد ما تاخد لون. وهو يا حبايبي الفراخ طبعا عشان انا قلت لك السر بتاع اللون الذهبي ده الجميل، كانها بصراحه بسم الله ما شاء الله يعني لوحه كده فنيه. الكاتشب والصلصه والزيت والسكر بس. وبصي هي كده كده مستويه طبعا سوا 100%، وهي بتاخد لون بس. عندك الشبكه خير وبركه، مش عندك هتحطيها برضو في الصينيه بتاعتها تحت الشوايه، وهتبقى بالمنظر ده في منتهى الجمال بسم الله ما شاء الله عليها. وطعمها بقى ما اقولكيش. وانا على فكره حطيت برضو ولعت فحمه، وبعد كده غطيت الفرخه وهي في الشبكه، حطيت الفحمه في الصينيه من تحت بعد ما شلت باقي الميه اللي فيها، وبعد كده ايه حطيت نقطه زيت عليها وغطيتها كويس، اتشربت طبعا ايه من ريحه الفحم. ويا رب كده ان شاء الله الوصفه بتاعت الفراخ تعجبكم وتنال رضاكم، ولو جربتوها باذن الله يا ريت تدعوا لي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.